الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والمستشار في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم، مرحبا وأهلا وسهلا. الفتوحات العلمية التي يفتحها الله عز وجل لعلمائنا في تدبر القرآن الكريم، كيف يكون وكيف رأيت هذه المدرسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بين أنه نزل القرآن ليتدبر، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحض على تدبره فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وهذا التدبر قسمان: تدبر التفهم لمعانيه، فهو معانيه غير محصورة، وكثير من أساليبه أيضا يأتي باحتمالات كثيرة، كما قال علي رضي الله عنه: إن القرآن حمال كثير الوجوه. وفي كل زمان يفهم الناس فيه ما لم يكن يفهمه من سبق، لأن للقرآن من ناحية الزمنية زمنان: زمن التنزيل وزمن التأويل. زمن التنزيل ينزل فيه معجزا قد لا يفهم الناس كل مراماته، وزمن التنزيل هو زمن التأويل، أقصد زمن وقوعه، وقوع ما أخبر الله به، كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. وذلك في عمرة القضاء، لأن الله أنزل فيه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فظن الصحابة أنها ستكون في عمرة القضاء، عمرة الحديبية، وتأكدوا أنهم سيدخلون مكة، لكن في آخر الآية: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والتأمل والتدبر يقتضي أن ذلك لن يأتي الآن، وأنه سيكون فتح خيبر. فلما كان العام القادم كانت عمرة القضاء وحصل ما وعد الله به. فقال ابن رواحة هذا الشعر الجميل: والله سبحانه وتعالى قال للمشركين: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولما لنا في الماضي المنقطع معناه سيأتيهم تأويله. فلذلك كل أساليبه فيها ما فيه خفاء في وقت النزول، ولكن يذهب عنه الخفاء بالتدريج مع الوقت. والعلماء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتدبر، وهذا التدبر التفهم. أما تدبر المحبة وهو القسم الثاني من التدبر، فهو لكل الخلائق، كل الناس، من كان عالما ومن كان جاهلا ومن كان ناطقا بالعربية ومن كان أعجميا، كلهم يتدبرون القرآن تدبر المحبة، يحبونه لأنهم يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا كلام الله، فهو روح وليس مثل الكلام العادي. كلام البشر ميت، والقرآن كلام الله وهو روح، فلذلك فيه حياة وفيه نور وفيه روح. فتحصل الفتوحات بمحبته، بمجرد محبته. كلام ربي، كتاب ربي، وأن تحبه وتتلذذ بتلاوته وقراءته، وتتذكر أنه رسالة خاصة إليك من رب العزة والجلال، أرسلها إليك مع أصدق وأحسن الرسل، فاختار لها من الملائكة جبريل أمين الوحي، واختار لها من البشر محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلائق، فوصلت إليك دون تحريف ولا تغيير ولا تبديل، كما هي من عند الله إليك مباشرة. فحينئذ يفتح الله للعلماء فيها بالتدبر ما يستنبطون منه الحلول لكثير من مشكلات الناس، لأن الله قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك كان هذا من فضل الله ورحمته ولطفه، لأنه لو فهم كل القرآن أو جاء واضح البيان في أيام الصحابة لفهموا كثير من الوقائع التي ليست في زمانهم وأشكلت عليهم، وإنما تأتي في زماننا. فكثير من الأمور التي في زماننا لو أنها جاءت صريحة للصحابة لكانت فتنة على بعض الناس، فيرتد بسببها بعض الناس، كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فلذلك جاء الله به بهذا الأسلوب المعجز الذي يسمعه الإنسان لأول وهلة فلا يستغرب فيه شيئا،
ثم إذا تدبر وتفهم عرف أن المقصود شيء آخر، ويبقى أيضا حتى ذلك المقصود يمكن أن يكون مؤقتا ثم يأتي مقصودات أخرى تدخل في دلالاته. فالعلماء لا يمكن أن يجزموا بأن تدبرهم هو آخر ما يمكن أن يفهم فيه به هذه الآية، تفهم بهذه الآية أو هذه الجملة، بل لا بد أن يدركوا أن هذا من معانيها وأنها تحتمل أكثر من ذلك. مع الزمن يكتشف كل قوم ما يتيسر، ولذلك لا يغني تفسير قوم عن قوم. فالصحابة الكرام كانت فيهم مدرستان للتفسير، مدرسة الأثر التي كانت في الحجاز ويقودها عبد الله بن عباس وأبي بن كعب وعدد من الأئمة من الصحابة، ومدرسة الرأي التي كانت في العراق ويقودها عبد الله بن مسعود وأصحابه. والتابعون انقسموا على نفس المدرستين في التفسير. ثم بعد ذلك عندما بدأ الجمع التفسير كان المفسرون الأوائل يجمعون بين الأمرين، فكان عدد من أتباع التابعين وأتباعهم كتبوا تفاسير، وإن كانت لم تصل إلينا، لكن من أوائل من كتبوا في التفسير مثلا الإمام أحمد بن حنبل كتب تفسيرا كبيرا وهو مفقود، وكذلك الإمام محمد بن يزيد بن ماجه القزويني كتب تفسيرا وهو مفقود، وعدد من الأئمة كذلك. أصحاب السنن وأصحاب الحديث عموما عقدوا كتبا في كتبهم للتفسير كالبخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح، آخر كتاب في مسلم الصحيح في صحيح مسلم وكتاب التفسير، ويبدو أنه لم يكمله. كذلك أصحاب السنن لهم كتاب التفسير في كل كتاب ما عدا سنن أبي داود المختص بالأحكام. هذه الكتب في بعض الأحيان تفرد كتفسير النسائي، وهو مفرد من كتابه السنن الكبرى أو السنن الكبير، السنن الكبرى للنسائي، طبع وحده فظن الناس أنه تأليف مستقل في الأصل. النسائي توفي سنة 303 من الهجرة، وبعده محمد بن جرير الطبري تفسيره موجود متداول، وهو أكبر أهم تفاسير ذلك العصر. ولذلك قال ابن تيمية كل الناس عيال في التفسير على محمد بن جرير، وقد توفي سنة 310 من الهجرة. ثم بعده عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وتفسيره أيضا وجد منه شيء، وقد توفي سنة 327 من الهجرة. وبعد ذلك كثرت التفاسير، كل أهل عصر يفسرون إلى وقتنا هذا، وما زال الناس مطالبين بالتدبر والتفسير دائما، ما زال الناس مطالبون بالتدبر والتفسير في كل زمان، وكل قوم يفتح الله لهم فيه ما لم يفتح فيه لمن سبق، وذلك من معجزاته، فهو معجز حقيقة إعجازا كاملا. سبحان الله. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أثر الذي روي عنه هو فيه من يعطيه الله عز وجل رجلا في القرآن. من نماذج شيخ محمد الحسن التي تطرأ على ذهنك كلما فتح باب التدبر من تدبر العلماء لآيات الله سبحانه وتعالى؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه أبي جحيفة السوائي هذا في الصحيحين وغيرهما، قلنا لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء تقرؤونه غير كتاب الله؟ فقال والذي فطر النسمة وبرأ الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عائر إلى كذا أو إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية أيضا ومن ذبح لغير الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي لفظ في غير الصحيحين في سنن النساء وغيره والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وعلي هنا هو نفسه آتاه الله فهما في كتابه سبحانه، وهذا الفهم دقيق وعجيب. منه مثلا ما يتعلق بأمد الحمل، أقل أمد الحمل، فإن امرأة في عهد عمر بن الخطاب جاءت بولد بعد زواجها ب6 أشهر، فأراد عمر أن يقيم عليها حد الزنا، هذا أقل من المدة المعهودة للحمل. فأرسل علي إلى عمر أن يتوقف عن ذلك، فأتاه فأخبره أن الله قال في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل والرضاع 30 شهرا، ثم جعل الرضاع 2 لأنه قال وفصاله في 2 عام، ف30 شهرا إذا انتزعت منها 24 شهرا وهي الرضاع لم يبقى إلا 6 أشهر للحمل. فتعجب عمر بذلك وقال اللهم إني أعوذ بك من معضلة لا أبا حسن لها.
ونظير هذا أيضا كثير للأئمة المجتهدين. فمالك رحمه الله أخذ جواز إصباح الصائم جنبا من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإن الله قال حتى يتبين لكم، فجعل نهاية المعاشرة الزوجية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وهذا طلوع الفجر، فلم يترك وقت الاغتسال، فدل ذلك على جواز إصباح الصائم جنوبا. ونظير ذلك أيضا ما حصل للإمام الشافعي رحمه الله لما بحث عن الإجماع في القرآن، وجد قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: كانت هذه الآية من المتشابه في العهد النبوي، لأن الإجماع لا وجود له في العهد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، وإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصبح الإجماع مصدرا من مصادر التشريع وحجة في الإسلام، واتضحت دلالة الآية أنه هو سبيل المؤمنين. فمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، العطف يقتضي المغايرة، فليس هذا سنة الرسول، وإنما هو شيء زائد على ذلك. هذا الشيء كان خفيا في العهد النبوي، فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عرفنا الإجماع، فكان هو الإجماع، هذا هو سبيل المؤمنين. وكثير من أهل العلم فتح لهم في أشياء فيه عجيبة جدا، في من ذلك حتى مجرد أمور لا يدل عليها اللفظ، وإنما هي مجرد فراسات أو فتوحات إلهية، كما حصل لابن برجان الأندلسي، وهو من المفسرين الأوائل من القرن الخامس الهجري. فإنه في تفسيره لما وصل إلى آية سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا المقطع قرأه بالقراءات مختلفة: من بعد غلبهم، من بعد غلبهم، وفككه بالرموز الحروف، يعني كل حرف يرمز له برمز معين. فاستخرج منه السنة التي سيحتل فيها الصليبيون بيت المقدس والشهر واليوم، والسنة التي سيخرجون منه الشهر واليوم. فكانت على وفق ما ذكر بعد موته، هو احتل بيت المقدس وحرر في نفس التاريخ الذي ذكر تماما، بتعداد الحروف، تعداد الحروف والأرقام التي ترمز لها الحروف. وهذا يسمى التفسير الإشاري، وقد أخذ به عدد من أهل العلم مثل من المتأخرين مثل الألوسي وغيره. ودائما لا يزال ذلك قائما إلى اليوم، كل ما تدبر الإنسان يجد فيه عجائب. حصل لي في التدبر في سورة النحل، في سورة النعم، أنعم الله، عد فيها النعم التي أنعم بها على عباده، وهذه النعم منها نعم كبرى كأصول الأرزاق التي هي الزراعة والصناعة والوجدان، وجدان في البحر أو في البر للمعادن أو للصيد أو للأسماك أو غير ذلك. وامتن علينا بالملابس والمساكن والمراكب وغير ذلك من أنواع النعم، أنواع الأرزاق، حتى عسل النحل ذكره في الامتنان، وألبان البهائم، وحتى ما يؤخذ من شعورها ومن جلودها، كل ذلك امتن به. كما امتن بالذرية ومن يجعلهم تحت أيدي الإنسان أيضا من الخول الذين يخدمونه إلى غير ذلك، كلها نعم امتن بها. لكن وجدت أنه قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ويعد المراكب، فعد المراكب البحرية أولا في السفن التي تسير في البحر، وأنها يهتدي أهلها بالظلام وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم عد المراكب البرية، فعد منها أولا الأنعام، بهيمة الأنعام وبالأخص الإبل، واستعمالها في الأكل والشرب والركوب. ثم ذكر هذه البهائم المختصة بالركوب
التي لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها عند بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يبيح أكل بعضها مثل الخيل. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فلها فائدتان فقط الركوب والزينة. ويخلق ما لا تعلمون. يخلق هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناها سيخلق من أنواع المراكب مراكب لا تعلمونها في وقت نزول القرآن. فوجدت منها الآن السيارات والطائرات والمراكب الفضائية. فوجدت أن بعدها قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. أهل التفسير كلهم يذكرون أن المقصود أن الله يهدي لقصد السبيل إليه طريق الجنة من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن وجدت أن ذلك ليس مناسبا للسياق. فوجدت أن المقصود أن هذه البهائم لها أعين تبصر بها مواطئ أقدامها وتعرف بها الطرق وتدل بها المسافات، لكن ما يخلق من هذه المراكب الأخرى كالسيارات والطائرات والمراكب الفضائية ليس لها أبصار، فكيف تهتدي؟ فقال وعلى الله قصد السبيل، معناها سيخلق لها ما يدلها. فكانت الرادارات والتي تدلها وتقومها ونحوها في الفضاء وفي الجو. ثم بعد ذلك قال ومنها جائر. وجدت أن المقصود أن من الطرق ما هو جائر مائل عن القصد دائما، وهي الخطوط الجوية، فلا يمكن أن تكون مستقيمة أبدا. لو كان الخط الجوي مستقيما لابتعدت الطائرة عن مدار الأرض كثيرا وذهبت في الفضاء الخارجي ولن ترجع إلى الأرض، لأن الأرض بيضاوية، كلما ابتعدت عن الأرض، فلذلك دائما هي خطها جائر. وحتى في العرض إذا مشت لا يمكن تمشي مستقيما أبدا. فالخطوط الجوية كلها جائرة. قال ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فهذا أيضا فيه تنبيه إلى كروية الأرض وإلى أو على الأقل دورانها، لأنه قال ولو شاء لهداكم أجمعين، شاء لسطحها وجعلها على وجه يهتدي فيه الجميع، لكنه أراد بحكمته أن لا يفعل ذلك. وذلك ليقع التعاقب بين الليل والنهار وبين الفصول والأزمنة بين الحر والبرد وغير ذلك من المنافع التي يحتاج إليها البشر. فلو كانت الأرض ثابتة في مكان واحد لكانت درجة حرارتها دائما على مستوى واحد، لكنها تتحرك، تغير هذه الحرارة بحسب قربها من الكواكب الباردة تكون قربها منها في وقت البرد، والكواكب الحارة في وقت الحر. والكواكب أيضا بعضها متجمد من شدة البرد وبردها جاء من جهنم، والحارة أيضا حرارتها من جهنم. جهنم هي مصدر الحر والبرد ومصدر كل الأضرار التي يشهدها البشر، حتى الأشعة الضارة كلها مصدرها جهنم. ولذلك في الحديث الصحيح اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. هذه أنفاس جهنم، نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. شيخ محمد، أنت لك تجربة فيما يتعلق بالتدبر، وأنا قد ذكرت أو حضرت معك قبل 15 سنة ما يربو عليها في الإكليل في استنباط علوم وتنزيل الإمام السيوطي رحمه الله. ومما ذكرته أنت أن السنية التي مرت عليك في فترة من الفترات كنت فيها معزول عن الناس، وهذه الفترة كانت هي فترة تدبر مع القرآن الكريم. حدثنا عن هذه الفترة وهذا العيش مع القرآن الذي لم يصاحبه أي شخص آخر سوى ما يذكره رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ومن الفتوحات التي فتح الله عليك فيها. بالنسبة لفترة السجن يكون الإنسان ممنوعا من الكتب في بعض الأحيان، ممنوع من الزيارات مدة، ويكون وقته صافي غير مشغول إلا بالقرآن. فيتدبر الإنسان فيه، يتطفل على مائدته، فهو مائدة الله لا يبنى ولا يبيد. وفي بعض الأحيان يفتح له في الأمور اللفظية، وفي بعض الأحيان في الأمور المعاني، وفي بعض الأحيان في الترتيب، كل ذلك يأتي. فمن الأمور العجيبة التي اكتشفتها في ذلك الوقت في القرآن أننا كنا تحت المراقبة الدائمة. أنا كنت في غرفة صغيرة نصفها غير مسقوف وفوقها عسكري، وهي كانت هي حمام عزك الله بيت خلاء وضيقة جدا.
ولا يدخل الإنسان للسجن إلا من داخل الجهاز الكاشف الذي يكشف كل الجسم. وجئت عندي هاتف صغير نوكيا، ووضعته على فخذي ووضعت يدي عليه وقرأت آية الكرسي وأول سورة غافر إلى المصير ودخلت، فلم يكتشف الجهاز. لا إله إلا الله. وبقي عندي هذا الجهاز 21 يوما لم يحتاج إلى الكهرباء. سبحان. حتى أذن بزيارة المحامين فاستبدلت البطارية مع أحد المحامين مع أنها لم تنفذ فقط احتياطا. كنا من قبل نظن أن الجهاز القاطع لإرسال الموضوع فوق السجن والمراقبة الدائمة والتفتيش 10 صباحا و10 مساء أن هذا أنهم يطلعون على اتصالاتنا وعلى بعض تدبيراتنا. فكنت ليلة أقرأ بقراءة يعقوب الحضرمي تاسع القراء العشرة من رواية رويس، فوصلت إلى سورة السبع فقرأت فيها ما انفرد به رويس، وهو فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن مكثوا سنة يرون سليمان قائما معتمدا على عصاه يظنونه يصلي وأنه حي، وهم في غاية العذاب والعمل والجد منضبطون تماما. فأرسل الله دابة الأرض فأكلت عصا سليمان فوقع. فلما وقع قراءة الجمهور تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون، أي اكتشفوا في أنفسهم أنهم لا يعلمون الغيب لم يميزوا في حال سليمان بين حي أو موت. لكن قراءة رواية رويس عن يعقوب تبينت الجن، فتدبرتها فوجدت أن معناها أن الجن اكتشفت حقيقتها أنها اكتشف الإنس وغيرهم أن الجن لا يعلمون الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فكذلك حالنا نحن في السجن، كنا نظن أنهم يطلعون على كل شيء فإنهم لا يكتشفون كل هذه الأمور ولا يستطيعون الوصول إلى هذه المعلومات. فكان ذلك من دلالة الآية تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. وكذلك ما يتعلق بالألفاظ جدت فيها أمورا عجيبة، وهذه وجدتها فيما بعد أن بعض المتدبرين جزاه الله خيرا اكتشفها، أنه لا توجد أي سورة في القرآن حتى ولو كانت أقصر سورة إلا وفيها لفظ أو لفظان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر لا توجد في سورة أخرى. سبحان الله. كل سورة أيا كانت لها ألفاظ تميزها لا توجد في غيره. اختر أي سورة أقصر سورة لا يمكن إلا أن يكون فيها كلمة أو كلمتان أو ثلاث تميز عن بقية ما توجد في غيرها من القرآن. سبحان الله. انظر إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هذا اللفظ لا يوجد في القرآن في غير هذه السورة. صل لربك وانحر لا توجد في القرآن في غير هذه السورة. إن شانئك لا توجد شانئك في القرآن غير في هذه السورة. هو الأبتر لا توجد في القرآن كله في غير هذا الموضع. 4 كلمات وأقصر سورة. وكذلك قل هو الله أحد الله الصمد لا، هذا اسم الجلال، الاسم الصمد لا يوجد في القرآن في غير هذا الموضع. لم يلد ولم يولد هكذلك باللفظين كما هما لا يوجد. ولم يكن له كفوا لا يوجد في القرآن كله في غير هذا الموضع. 4 ألفاظ. وهكذا كل سورة أيا كانت، ما من سورة إلا وفيها كلمات تميزها لا توجد في غيرها نهائيا. قد تسمى بها السورة مثل سورة الكوثر تسمى بكلمة لا توجد في غيرها، وقد تسمى سورة بكلمة توجد فيها وفي غيرها، لكن تكون لأن لها قصة فيها مثلا. لكن مع ذلك بعض السور سميت بأسماء كلمات لا توجد إلا فيها أصلا، مثل المائدة لا توجد المائدة في غير المائدة، مثل آل عمران لم يذكر آل عمران في القرآن في غير سورة آل عمران. البقرة بقرة بني إسرائيل لا توجد إلا في سورة البقرة، لكن في بعض الأحيان تكون موجودة فيها وفي غيرها مثل سورة النساء. فالنساء جاء ذكرهن في سورة النساء وجاء ذكرهن في سور أخرى. ولذلك كثير من السلف يسمون سورة الطلاق سورة النساء القصرى، وسورة النساء سورة النساء الطولى. وهذا التمييز عجيب في القرآن كله. كذلك وجدت فيه في الألفاظ أمورا عجيبة. أهل النحو واللغة يذكرون أن أسهل الحركات الفتحة،
وأنها تليها الكسرة ثم الضمة. وقد وجدت أن هذا الترتيب ليس صحيحا من ناحية السهولة في القرآن. فالفتحة نعم هي أسهل الحركات، ولذلك وجدت أنها في موضعين جاء 8 فتحات متوالية في القرآن، وفي 7 مواضع جاء 7 فتحات متوالية في القرآن. فمثلا ما تشعر أنت أنها 8 فتحات ولا يصعب عليك الكلام لا حينما تبدأ تدبر عندما تعدها عدا. هنا ثم نظر ثم ما ع ب س و ب س ر، هي 8 فتحات متوالية ما تشعر بثقل فيها أبدا. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، ما تشعر حتى الجرس اللفظي ما تشعر بالفرق فيه. وكذلك 7 مثل ولا على بعضهم على بعض، ومثل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ومثل إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا سرقناك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وغيرها. لكن وجدت أن الكسرات ما يتوالى منها أكثر من 3 في القرآن، ما وجدت أكثر من 3. بينما الضمات أيضا قد توجد 7 في بعض القراءات وتوجد 5، مثل ويوم يحشرهم جميعا برواية يحشرهم شرهم ونحوها. وكذلك قالت لهم رسلهم، هي 7 هم رسلهم، هاي 7 ضمات متوالية. في قراءة غير عدم المد، قراءة الاختلاس، الضمة المختلسة التي ليس فيها مد. أما الكسرات فأكثر شيء وجدته منها متوالي 3، وهذه مثل قول الله تعالى في سورة الأعراف وعن شمائلهم إليهم، وكذلك في سورة النساء عن مواضيعه، وفي سورة المائدة في موضعين عن مواضيعه، وفي سورة الكهف في موضعين كذلك 3 يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا ليدحضوا سبحانه. وفي رواية حفص عن عاصم قد انفرد بها تلك القراءة وجعلنا لمهليكهم موعدا لمهليكهم، هذا مختص برواية حفص عن عاصم، ففيها 3 كسرات متوالية. كذلك في قراءة أبي عمرو به مي الأسباب به مي الأسباب، وهذا يدل على أن الكسرة قد تكون أصعب من الضم على خلاف قاعدة أنت يعني كان لك تدبرا أيضا بقضية الحركات فيما يتعلق بفواتح سورة الذاريات. نعم. والذاريات ذروة. نعم، هذا نوع من أنواع البديع اكتشفته لم يذكره البديعيون في البديع اللفظي، وهو توالي الحركات أن يؤتى بالفتحة ثم الكسرة ثم الضمة بالترتيب في الفواصل. الذاريات ذروة، فالحاملات ويقرا، فالجاريات يسرى. أولا القافية الأولى الفاصلة الأولى جاءت الفتح، والثانية مكسورة، والثالثة مضمومة على الترتيب. نعم. وكثير أيضا من التشابه اللفظي، مثلا من سبأ بنبأ يقين، تشابه بين سبأ ونبأ فيها إعجاز عجيب لا يذكره أهل البديع. نعم. سبحان الله. أيضا شيخنا فيما يتعلق بتدبر القرآن حتى فيما يراه النائم في منامه، من أحيانا مما يصيب الإنسان في هذه الدنيا، فتأتي حتى نقرأها في منامات السلف الصالح وما غيره، أن الله عز وجل كأنه يريه في منامه آية من آيات لها تدبر، ثم يجد بركتها في يومه، أو كان تفريج الهم في هذا. فماذا مر عليك شيخنا فيما يتعلق بهذه
نعم، بالنسبة لهذه كثيرا ما تحصل. كثير من الناس يرى حتى اليوم يرى في المنام أنه يقرأ آية أو يسمعها، وتكون تلك الآية ترمز إلى حدث سيمر عليه في هذا اليوم، إما لنجاته من حادثة، أو لتحذيره من أمر ما، أو لتنبيهه على خطر معين. كثيرا ما يقع ذلك للناس إلى اليوم. وفي بعض الأحيان أيضا تكون لا تتعلق بشخصه هو، تتعلق بأمر عام، إما كوني وإما عالمي. والله سبحانه وتعالى يطلع بعض العباد على بعض عجائب ملكوته ليزدادوا يقينا. فالإنسان يحتاج أولا إلى الإيمان، وإذا وصل إلى الإيمان يحتاج إلى إحسان لذلك الإيمان، يكون حسن الإسلام من حسن إسلام المرء، إن المرء إذا أسلم فحسن إسلامه. ثم يحتاج إلى اليقين، واليقين هو الثبات وعدم التزلزل نهائيا وعدم الشك. وهذا هو الذي حصل لإبراهيم عليه السلام. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا هو اليقين. ولذلك قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أراه الله ملكوت السماوات السبع، الأسرار الخفية فيها، والأرض. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذه هي في الغيوب النسبية، لأن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله، وهو مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لكن بعضها غيبيته مستمرة، غيبيته المطلقة مستمرة، وبعضها يزول عنه ذلك بالتدريج. هذه الخمس بينها الله تعالى في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة، هذا من الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله. حتى إسرافيل المأمور بالنفخ في القرن قد أصغى ليتا من زمان، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظر الأمر بالنفخ ولا يدري متى يؤمر. منذ ذلك الوقت في العهد النبوي وهو قد التقم في القرن وأصغى ليتا ينتظر أن يؤمر بالنفخ، وإلى الآن لم يؤمر به وسيؤمر به، لكن لا يعلم متى يؤمر بذلك. لكن هو في العهد النبوي في أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعهد إليه بإسرافيل كان يأتيه 3 سنوات يحدثه ويأمره وينهاه. لكن بعد ذلك التقم القرن فشغل في العهد النبوي، شغل في انتظار هذه النفخة العظيمة التي هي نفخة الفزع يصعق لها الخلائق جميعا. وبعدها بعد 40 سنة يؤمر فينفخ فيه نفخة الحياة فإذا هم قيام ينظرون. وهو الآن مشغول بهذه النفخة، هي وظيفته منذ العهد النبوي إلى الآن، وهو قد التقم القرن وأصغى ليتا ينتظر الإذن. أصغى ليتا معنى رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، لا يتأخر. إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة هذا لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فهذا الغيب الحقيقي الذي لا يستحيل غيبا نسبيا أبدا. ثم الغيب الثاني، المفتاح الثاني من مفاتيح الغيب الخمسة، وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فهو الذي يعلم متى ينزل الغيث وكم حجمه وكم قدره وكم ينفع أو يضر، ما فيه من المنافع والمضار، وعدد قطره. هذه أمور لا يعلمها إلا الله. عدد قطر المطر، الله أكبر. عدد ما يترتب عليه من النفع والضرر. يريكم البرق خوفا وطمعا، ما ينبت به، ما يكون طعم النبات المختلف، ألوان النبات، طول النبات المأذون به، متى ييبس نباته، متى تقتلع الرياح. كل هذه الآثار ما ينزل به من الفضاء، من الأمور التي فيها بذور أو نباتات أو حتى أشياء ضارة أو حتى حيوانات ومخلوقات فضائية تنزل فيه، أو حتى غبار أو ذرات فضائية يأتي بها المطر معه.
وما يغسل الجو أيضا وينظفه فيصقل هذا الأكسجين وينظفه، كل ذلك لا يعلمه إلا الله، لأن بيننا الآن في هذا الأكسجين من الذرات ومن الأمور الضارة ومن الميكروبات ومن الفيروسات ما الله به عليم. لو أن الإنسان أطلع عليه فرآه بعيني بصره لاستمر به، ما يستطيع أصلا أن يتنفس فيه، لكن ستره الله عنه ليتنفس فيه. هذا المفتاح الثاني. هذا المفتاح الثاني. المفتاح الثالث: ويعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام الحمل كله يعلم الله سبحانه وتعالى، هل هو شقي أو سعيد، هل هو نطفة متى يكون علقة، متى يكون مضغة، هل المضغة مخلقة أو غير مخلقة، هل هو ذكر أو أنثى، متعدد أو منفرد، هل هو كبير أو صغير، معمر أو منقوص من عمره، مرزوق أو محروم، إلى غير ذلك. كل ما يعمل من الأعمال، أعمال الخير وأعمال الشر، كلها معلومة قبل أن ما زال في بطن أمه. أيضا يعلم الله طول أمعائه وعرضها وسعتها وما فيه من العروق والكريات البيضاء والحمراء في الدم، عددها الهائل، عدد الأنسجة في الجسم، وعدد ما في كل نسيج من المكونات، النواة والنوية واجسام جولجي كل هذه، حتى غشاء السيتوبلازم، كل هذه معلومة عند الله بحجمها وحالتها تماما لا تتغير. فكثير من الناس يظن أن علم ما في الأرحام مختص باكتشاف هل هو حي أو ميت، حي أو ميت، وذكر أو أنثى، أو متعدد أو غير متعدد. هذه يمكن أن تكشف عن طريق الأجهزة الحديثة. نعم، بالأشعة. لكن هذه الأشعة تصرفها عن أن تكون غيبا. بالأشعة لم تكن غيبا، وإنما صارت من عالم الشهادة، مثل من يضع النظارات ويرى بها أشياء لا يراها بدونها. فالغيب النسبي مثل ما نحن فيه الآن في داخل هذه الغرفة، بالنسبة لمن هو خارج الغرفة نحن غيب بالنسبة إليه، لكن إذا دخل أصبحنا من عالم الشهادة في حقه. هذا الغيب النسبي. ولذلك ما في الأرحام يعلمه الله، لذلك قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. حتى الحمل خارج الرحم، وحتى بعض الخلائق التي أرحامها في أماكن غير مكان الرحم عند الإنسان والحيوان المعروف، وبعضها تحمل ذرية غيرها، أجناس أخرى. بعض الخلائق بيضها تفقسه أو تدخله داخل الحيوان آخر فيتربى فيه ويموت الحيوان الآخر ويخرج البيض ويفقس. فهذه من عجائب قوله إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى. كل أنثى هذا يشمل جميع الأجناس والخلائق. وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الأرزاق كلها علمها عند الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يكتب له رزق يزيد وينقص. حتى الملك الذي أرسل إليه وهو جنين في بطن أمه يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لكن ذلك الرزق قابل للزيادة والنقص لأنه مقيد بالشروط وانتفاء الموانع. فيكتب الملك ذلك الرزق مقيدا، إذا وصل رحمه زاد رزقه بكذا وزاد عمره بكذا، إذا تصدق ازداد بكذا، وهكذا. وهو لا يعلم، الملك لا يعلم هل سيتصدق أم لا، هل سيصل رحمه أم لا، لكن الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ثم الأخير: وما تدري نفس بأي أرض تموت. قضية الموت وقتا ومكانا، زمانا ومكانا، لا يعلمها إلا الله. فالله سبحانه وتعالى حدد الآجال زمانا ومكانا. ولذلك حصلت قصة عجيبة لسليمان عليه السلام. كان عنده فتى من بني إسرائيل، هو شاب في مجلس سليمان، وكان الناس ذاك يرون ملك الموت. فجاء ملك الموت إلى مجلس سليمان، فكان ينظر إلى هذا الشاب نظرة حادة، فانزعج من الشاب، خاف منه خوفا شديدا. فلما قال له سليمان: تعرف هذا الذي ينظر إليك؟ قال: لا، من جنودك، لكن ما عرفته. قال: هذا ملك الموت. قال: لقد نظر إلي نظرا أرعبني. فسأل سليمان ملك الموت قال: ماذا تنظر في هذا الفتى؟ قال: أمرت بقبض روحه بعد. هو أصلا لما انزعج
طلب من سليمان أن يعيره الريح لتضعه في بلاد الهند، مكان بعيد، فسارت به الريح مسيرة شهر ووضعته في بلاد الهند في تلك العشية. فسأل سليمان ملك الموت عن نظره إلى ذلك الفتى بغير محضر الفتى، قال: كنت أتعجب فإن الله أمرني بقبض روحه الليلة في الهند وهو عندك في الشام. لا إله إلا الله. فإذا هو قد وصل إلى الهند في تلك اللحظة. سبحان. نعم. فهذه من العجائب. فهذا من العلم الغيبي المطلق لله عز وجل. نعم، علم الغيب المطلق لله، وعلم الغيب النسبي يطلع عليه من شاء من عباده. فهذه الآيات التي يراها الإنسان في منام تدخل في النسبي، بهذا وتكون من ملكوت الله، لأن الله له الملك والملكوت، الملك في الظواهر والملكوت في الخفيات. فما يطلع الله عليه الناس من تلك من عالم الملكوت ومن عالم الغيب ليس لكشف شيء أو إطلاعهم عليه، بل لزيادة يقينهم، لأنه هو الذي يحصل به اليقين حتى لا يرتاب الإنسان ولا يشك أبدا. كلما أطلع على شيء من هذه العجائب كلما تمكن الإيمان من قلبه ونزلت السكينة فيه. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فيحصل هذا، وكذلك ما نراه من تأثير القرآن، حتى الرقية تأثير واضح جدا عجيب، وآثارها عجيب جدا. فالفضيل بن عياض كان يؤتى بالفرس الشموس الذي لا يستطيع أحد أن يثبت عليه، أو الجمل الذي لا يستطيع أحد أن يثبت عليه، فيمسكونه فيقرأ في أذنه قول الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فيستكين، تنزل عليه السكينة ويستقر، بعد ذلك لا يسقط أحد. مجرد قراءة هذه الآية في أذن الدابة. وقد جربتها أنا مرة في جمل كان هائجا عجيبا، فقرأت هذه الآية في أذنه فاستكان واستقام. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يأتيه الناس يأتيه شخص برعاه مسترسل شديد، فيقرأ عليه قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين. فيرقى حالا. وأنا لتجربة في الرقية، ومن عجائبها المجانين والمصابين والمسحورين، سبحان الله، بعضهم يقوم كأنما نشط من عقال من نفس الله. الرقية بالقرآن ليس، وأنا هي الرقية دائما لا بد فيها من اعتقاد أن الراقي لا ينفع ولا يضر وليس له فيها أي شيء، هو القرآن، أن النفع هو بكتاب الله ومن الله سبحانه وتعالى، وليس للقارئ فيه أي تصرف ولا، بل العكس، أنا أريد أن أنفع شخصا وهو أحب إلي ولا ينتفع، وينتفع شخص آخر لا ليس بمقامه عندي ولا مستوى، لأن هذه أرزاق من عند الله وليست من عندي ولا لي فيها دخل ولا معرفة أصلا، لأنها قسمة سابقة قدرية. سبحان الله. الشيخ محمد، بقي معنا من الوقت دقائق بسيطة، إن أذنت لنا بختام هذا اللقاء الجميل الماتع معك وهذا التطواف مع تدبر كتاب ربنا سبحانه وتعالى والفتوحات التي يفتحها الله عز وجل على علمائنا، إن كان هناك الموانع التي تكون حاجزا من أن يتدبر الإنسان القرآن، نوجز بهذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الموانع بين الله منها الأقفال على القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كثير من القلوب عليها أقفال عائدا بالله، وتلك الأقفال لا يفتح لها ولا تطلع على هذه الأمور، بل تستغرب من يشتغل بهذا الأمر أصلا، وترى أنه ليس على الهدي القويم. هذه الأقفال بعضها من ذنوب الإنسان، وبعضها من نقص معرفته بربه. فمن لم يعرف ربه بتمام قدرته وتمام تصرفه بخلائقه، ولم يعرف تدبيره وحكمته البالغة، ولم يعرف أن هذا العالم الذي نعيشه هو عالم الشهادة لا يساوي شيئا من عوالم ملك الله سبحانه وتعالى وملكوته، وأن طبيعة عالم الشهادة مختلفة تماما عن طبيعة عالم الغيب. فعوالم الغيب طبيعتها مختلفة كليا عما نراه نحن، وأن الإنسان لا يكتشف ذلك إلا عند الموت، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ترى أشياء ما تتصورها ولا يمكن أن تخطر على بالك في الحياة الدنيا. فلذلك هذه الأقفال متنوعة ومتعددة، وهذا سر جمعها. أم على قلوب أقفالها، وهذه الأقفال أضافها الله إلى القلوب لأنها من تدبيرها ومن شأنها. لم يقل أم على قلوب أقفال أو أقفالنا، هي أقفالها هي اللي تسببت فيها. فالذنوب تطمس البصائر وتقع بها الظلمة في القلوب وظلمة في الوجوه وظلمة في الفهم. ومثل ذلك أيضا سوء الأدب مع الله وعدم رجاء الوقار لله جل جلاله كثيرا ما يؤدي إلى حرمان الإنسان من الفهم، بالإضافة إلى أمور أخرى زائدة على هذه الأقفال. هذه الأمور منها حكمة الله أن قد يكون الوقت غير مناسب الآن لكشف هذا الأمر، والله قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن لم ينطلق من منطلق التسليم وكثير من الأمور يعلم أنها قد لا تكون واقعة في زمانه، قد تكون لمن يأتي من بعد، قد لا يكون هو مرزوقا بها، فهي مثل قسمة الأرزاق تماما. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، قال وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما أسفر على كثير من المتقدمين. كثير من الأمور لو أنها فتحت للصحابة وفهموها على وجهها لا أشكلت عليهم كثيرا، وهي إنما يعرفها الناس من بعدهم. وهكذا في كل عصر من العصور أشياء كثيرة من هذا القبيل. والذين تظلم قلوبهم هم درجات في الواقع من ناحية الانتفاع بالذكرى مثلا أو انتفاع بالقرآن. القرآن ذكرى القلوب، فالناس في الذكرى 4 أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماعه ولا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله بهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسم الثاني الذين ختم الله على قلوبهم وطبع على قلوبهم بطابع النفاق وهم المنافقون يسمعونه بآذانهم ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصله إلى القلوب. لا إله إلا كما قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قد حضرتموه آنفا أيضا في الوقت القريب أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القسم الثالث الذين يفصلون فيه يمكن أن يسمعوه من بعض الناس دون بعض، وهم الذين يتأثرون بالنغمات لا بتدبر الكلمات، يتأثرون بحسن النغمات لا بتدبر الكلمات، فهم لا يهمهم المعنى وإنما يهمهم أن هذا نشيد صوت جميل، فالعبرة عندهم بصوت القارئ فقط. وهؤلاء حظهم هو فقط التأثر مثل ما يتأثرون بسماع صوت الحمام الزاجل وما يتأثرون بصوت الأغاني والموسيقى، لا ينتفعون بنور ولا بصيرة من ذلك. قد ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني له. كثير من الأئمة وجه اختيارهم فقط حسن الصوت، لا يختارون إلا على هذا الأساس، لا فقه ولا ورع ولا نور بصيرة تدبر فهم لا علم، إنما يختارون على أساس حسن الصوت جمال الصوت فقط، لأن كثيرا من الناس إنما يتأثرون بحسن النغمات لا بتدبر الكلمات. أما الرابع فهم هذا طبعا الذين يفصلون فيه أصيبوا بمرض أهل مكة وأهل الطائف عندما
أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا اعتراضا على القرآن اعترضوا على من أنزل إليه، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم هو أعظم الخلق عند الله، لكنهم يقصدون بمعاييرهم هم كثرة المال والأولاد. فأجابهم الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون القرآن ويسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الخير ولا يضرهم ما فيها من الغير إذا كانت الذكرى غير صحيحة وفيها غير صحيح، وأولئك هم المبشرون ببشارة الله. وقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وهؤلاء هم المنتفعون بها، لأنه قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله. من يخشى الله ينتفع بهذا القرآن بغض النظر عن النغمات والأصوات، يرى أنه كلام الله وكتاب الله ورسالة من الله إليه، فينتظر ما فيها من الأوامر ليبادر إليه وما فيها من النواهي ليجتنبه ويبتعد عنه، وما فيها من العبر والمواعظ ليتعظ به، وما فيها من الأنوار ليتنور به بصره وبصيرته. فهو ينتظر كل هذه. مائدة الله لا تفنى ولا تبيد. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله قال وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. هذه خصائص القرآن. سبحان الله. الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الدو الشنقيطي، بارك الله فيك ونفع الله بك بما ذكرت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالكتاب. بارك الله فيك شيخ. رحمك الله. بارك فيك.